لو كنت سمعت الجزء الأول، فاكر الإحساس اللي بيخنقك وسط الناس؟ اللي بيخليك تبان هادي بس جواك في دوشة محدش سمعها غيرك؟ النهاردة بقى عايز أقولك ليه ده بيحصل. القلق الاجتماعي مش إنك مش اجتماعي، هو إن عقلك بيتعامل مع الناس كأنهم خطر. بتبدأ تتوقع النقد، السخرية أو الرفض، فجسمك يدخل في حالة دفاع حتى لو محدش قالك حاجة. بس ركز معايا في دي، الناس مش بتركز فيك زي ما انت فاكر. كل واحد مشغول بنفسه زيه زيك بالظبط. ولما تبدأ تقتنع بده، الخوف بيقل. الحل مش إنك تهرب، الحل إنك تبدأ بحاجة صغيرة، موقف بسيط، حوار قصير، نظرة عين وتكملها. كل مرة تعمل كده عقلك بيفهم إنك مش في خطر. استناني في الجزء الجاي، هقولك إزاي تدرب نفسك عملياً إنك تكون مرتاح وسط الناس فعلاً. اعمل لايك وفولو عشان ما تفوتش الجزء الثالث.